بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في فقره جديده من فقرات الكوره مع الجوكر. وطبعا يا اخوانا في فقرتنا دي ما تنسوش تدعوا لاخواتكم شهداء غزه، ربنا رب يصبرهم ويرحم شهدائهم وينصرهم على من عاداهم ومن خذلهم. طبعا كمان ما تنسوش الدعاء لاهلنا في سوريا في مدينه السويداء، ربنا رب يفك كربهم. وبسم الله نبدا. طبعا يا اخوانا خلاص الايام القليله القادمه ستشهد ان شاء الله قرعه الدوري المصري. يا ترى هنشوف الاهلي هيقابل مين، الزمالك هيقابل مين، الاسماعيلي، بيراميدز، هنشوف الانديه دي هتقابل مين. وطبعا يا اخوانا بالتوفيق للانديه، ونتمنى يا رب نشوف منافسه بجد وبعيدا بقى عن بلاوي الحكام ومشاكلهم. طبعا يا اخوانا بقى نخش على شوبير ومتلازمه الزمالك بجد والله. يعني طبعا كابتن شوبير بيقول لك في برنامج حارس الاهلي بيقول لك انا عاجبني فتره الهدوء اللي فيها نادي الزمالك. طب بجد والله يا شوبير هنرجع نقولها للمره الاخيره، خليك في ناديك. اديكوا يا جماعه شفتوا في الاخر مين اللي بيشير التعصب ومين اللي بيشير الكلام، ولما كان الاهلي في كاس العالم كان بيرمي الكلام على مين. بجد والله يا شوبير خليك في ناديك. يعني دلوقتي بسم الله ما شاء الله، مع كل الاحترام لاخواتي الاهلاويه، الفيروس بتاع التجديدات ما زال موجود وتعديل العقود، الناس كلها عايزه 100 مليون و300 مليون و500 مليون والكلام ده كله. طبعا يا اخوانا الواقرة بعد ان باع حمدي فتحي البيراميدز دلوقتي بيبص على ديانج حتى الان رافض تجديد عقده. الراجل طالب مليون و800 الف للتعاقد حتى الان. ديانج في الواقرة او في السعوديه او النادي الاهلي هيلبي له طلباته وهيجدد ولا لا. الكلام على تجديد موسمين ب 800 الف، لكن هو الراجل عايز مليون و800 الف. طبعا ما زال وسام ابو علي حتى الان الاهلي بيقرر استبعاده من معسكر تونس. طبعا هو الراجل ما بيحضرش، وفي كلام عن تجميده خلاص. حتى الان الصفقات بتاعته بسبب مغالاة الاهلي بتتم للفشل. وطبعا يعني مش عايز والله، يعني قلنا الكلام ده قبل كده يا جماعه، ما فيش حوار بص الشعارات والكلام ده بيبقى للجماهير. يعني وسام ابو علي عايز يسيب الاهلي ليه؟ زيزو ساب الزمالك ليه؟ رمضان صبحي ساب النادي الاهلي قبل كده ليه؟ دلوقتي يا جماعه الناس ما بقتش بتبص البطولات، دلوقتي بتبص مين اللي هيديني اكتر، مين اللي هيديني ماديه اكتر. فده اللي احنا شايفينه للاسف. طبعا هدوء في نادي الزمالك وجون ادوارد وعوده الهدوء. طبعا نادي الزمالك لعب مباراه يوم الجمعه اول أمس. طبعا يوم الجمعه الماضيه لعب امام فريق اسمه رعا وفاز بهدف وحيد عن طريق ناصر ماهر. فطبعا هنشوف حتى الان الاوضاع في نادي الزمالك ماشيه ازاي، وربنا يا رب يوفق نادي الزمالك في الايام القادمه. وطبعا يعني مش هنرد على احمد بلال قلناها قبل كده، ده تميمه حظ نادي الزمالك والله، ده التميمه بتاعته. يعني اعرف ان بلال لو قال كلمه على نادي الزمالك غلط اعرف ان هي هتبقى صح على طول. احنا قلنا الكلام ده الفقرات اللي فاتت والله. فده احنا نتمنى يا رب ان احمد بلال يهدى شويه ويركز وما يتكلمش عن الزمالك كتير، لانه هو والله فعلا تميمه حظ نادي الزمالك. فده اللي احنا هنتكلم عليه. طبعا يا اخوانا حتى الان هنخش بقى على الصراع الدولي. وطبعا بعد وفاه جوتا، ليفربول يتمسك بدياز رغم ان طبعا لويس دياز جاي له عرضين من نادي برشلونه وعرض من بايرن ميونخ حتى الان. وبرضه في كمان برضه بايرن ميونخ وبرشلونه بيتنافسوا على ضم ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد. كمان يا جماعه لوكمان لاعب اتلانتا يقترب من انتر ميلان في طبعا مبلغ 40 مليون. هنشوف طبعا هنشوف ميركاتو مشتعل برضه الفتره دي حتى الان. حتى يعني بيراميدز كمان، يعني بيراميدز بعد حمدي فتحي حتى الان بيبص على مروان عطيه. وفي كمان اقتراب محمد صبحي لحارس مرمى نادي الزمالك الى بيراميدز، ده في صفقه تبادليه وبرضه فيها مبلغ مالي. كمان نادي الزمالك بيقترب من حسم ملف صفقة حارس الجونة ويتمناها الصراحة. طبعا لا حارس شاب وممكن كمان يساعد مع محمد عواد وكمان المهدي سليمان. بالتوفيق لنادي الزمالك، بالتوفيق للكرة المصرية. نتمنى يا رب نشوف تنافس الدوري الجاي، نتمنى ما نشوفش اللي حصل الأيام اللي فاتت. كمان الحكم محمد الصباحي رسميا خلاص يعلن اعتزاله التحكيم. وطبعا يعني مش هنتكلم على هذا الكلام، مش هنتكلم طبعا على بلاويهم اللي حصلت. يعني التحكيم المصري، شفنا التحكيم المصري السنه اللي فاتت كان فوق الخيال، مش عايزين نقول فوق الفظيع بجد والله. طبعا دي كانت كل اخبارنا. اتمنى يا رب طبعا كنا اشتقنا عليكم. حافظ الله فلسطين. ونختم بخير الكلام، بخير الختام وخير الكلام، والصلاه والسلام على نبينا محمد. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم منا خلص التقدير والحب والاحترام. اترككم في رعايه الله. السلام عليكم.